بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بحضراتكم في إلهنا القوي. لسه قصة أنبا صمويل ما خلصتش وبنتفاجئ بأسرار عجيبة جدا. أتعرف بك يا فندم. نورة عادل. تعالي صوتك. نورة عادل. أستاذة نورة أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. نورة عادل تبقى مارفي بنت أختك، ومدام حنان مامة مارفي تبقى أختك. طيب حضرتك ما كنتيش موجودة في الحادثة؟ لا. هنرجع كده لورا شوية. حضرتك قلتي لي هبة. مين هبة؟ هبة دي أختي الكبيرة. أختك الكبيرة. دي راحت استشهدت من ضمن الشهداء أنبا صمويل. استشهدت مع مارفي يعني. طيب من زمان خالص كانت عندها شفافية، الكلام ده صح؟ احكي لنا عن موقف حصل. هبة كانت الأم التانية لينا كلنا. مواقف كتيرة كانت لازم الصبح بالليل تتصل بينا، طول ما هي قاعدة تتصل تطمن علينا. إن أنا وحنان بس اللي كنا في مصر ووائل. مريم وهي اللي كانت في البلد مع ماما. الصبح تتصل بتعملوا ايه، عاملين ايه، كويسين كده. يوم الحد ده ما كانتش بتتصل. اشمعنى؟ اللي بتقضيه مع ماما ومع حماتها تعمل لها اكل، عشان طول الصبح كانت بتبقى في المحل. يوم الحد حماتها تقول لها لازم تعملي لنا الاكل بتاعك الحلو حيث ان انت قاعده، وتروق البيت وتنظفه من الاسبوع للاسبوع. جات يوم حد كانت يوستينا بنتي نازله تجيب ايس كريم، وواحده راحت ضحكت عليها قالت لها تعالي ده في واحد بيخطف البنات، تعالي بسرعه معايا عشان ده بيجري وبيخطف البنات. راحت مشيت معاه، خدتها من منطقه لمنطقه ودخلتها عماره وراحت خلعتها الحل. بس ابوها بيقول لي البت اتاخرت، بيبص من البلكونه لقى 3 رجاله جايبينها وجايين، والبت منهاره. خدت منها الحلق والبت ما كانتش عارفه توصل، قالت لهم انتوا طول ما انتم ماشيين هعرف المكان، وجابته. بصيت لقيت ام باسم بتتصل بيا اللي هي هبه يوم الحد، بتقول لي مالك؟ قلت لها الشهيده هبه عشان الناس تبقى عارفه. مالك؟ قلت لها ما فيش. قالت لي لا في حاجه. قلت لها لا ما فيش حاجه يا بنتي. قالت لي لا في. يا بنتي انا بعرفك من صوتك، في ايه؟ قلت لها ما فيش حاجه. لا انا في حاجه صوتك عارفاه متغير، في ايه؟ قلت لها ده حصل 1 2 3. قالت لي طب احمدي ربنا ان هي وصلت وما حصلهاش حاجه تاني. اشكر ربنا والحمد لله ان هي جت في الحلق ما جاتش في البنت. حست بيكم؟ ايوه كانت بتحس. دي كانت كتير ولا قليل؟ الموقف ده بس، لا ده مواقف تاني كتير. مواقف كانت تقول انا بعرفكم من وشكم، بعرفكم من صوتكم، انا مش اختكم، لا ده انا امكم. وكانت مواقف كتير دي بتاكد ان هي الام. جهازنا هي اللي تجيبه، الفرح هي اللي تعمل كل حاجه. ماما ما كانتش بتعمل خير، قبل الفرح بشهرين تقعد تعيط بنتي طالعه بنتي طالعه، لكن دي اللي تجيب الجهاز وتجيب وتعمل وكل حاجه. كانت هبه 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 لدرجه حتى تاني يوم الفرح هي اللي تتصل. كنت اقول لها يا بنتي ما تتكسفيش، تقول لا ده انا امك. لو جت عندنا في شقه ولقيتنا مثلا ناقصين حاجه في الاجهزه في الكهرباء، عشان هي كانت اجهزه كهربائيه. يعني مره لقيت البوتاجاز بتاعي بتاع الفرح خلاص قدم، لقيتها بتتصل بهاني بعديها انا في حد هيستناك في الدائري، تروح تاخد عربيه وتجيب وانا بحت غساله اوتوماتيك وبحت بوتاجاز. يا بنتي قال لي انت بتعملي ده كل ما يبقى معاكي حاجه ابعتيها، بس ما فيش شقه فيكو تبقى ناقصها حاجه. الشهيده هبه. الشهيده هبه كانت ست 100 راجل. ايوه في البلد مسمينها الست 100 راجل، عشان هي مواقف كتير جدا، مش معانا احنا بس، ده مع ناس كتيره. يعني عمتي كانت ميته وكانت سايبه ابنها ده ولا كان خاطب ولا متجوز. قالت لها روحي يا هبه اخطب لمدحت وهاتيله الحاجه بتاعته، انا مش هقول لاخواتهم لكن هقول لك انت اللي تكمل الجهاز بتاعه وتجوزيه. هبه كانت غنيه؟ كانت غنيه. كانت غنيه بالمساحه اولا. لا هي كانت غنيه بالماده ولا لا؟ بالماده. فاللي معاها كان للناس. كان للناس. واتصلت باخواته، او ان اخواته كان في 2 ساريين حلوين كويسين يعني.
بس راحت هي اللي عملت زي ما عمتها قالت لها في الحلم، وطبخت وعملت كل حاجه هي واخته وجهزته، ويمكن ما اقول لك ماتت كمان ما خدتش فلوسها. مدام نورة، حضرتك ما رحتيش الرحلة بتاع الأنبا صمويل اللي حصل فيها الحادثة، لكن قبلها بأسبوع كان في أحلام مزعجة. ده كتير. إيه اللي حصل؟ يعني كنت بحلم مرة إن أنا ماشية في شارع، ده شارع بورسعيد ده اسمه وسط البلد زي هنا يعني. إني مرمي دهب كتير وأنا ماشية جاية بلم الأطقم دي لحد ما وصلت لحد بيت ستي. بقول لأم باسم دي شفت الأطقم دي، لقيتها في ناس بتتخانق وأنا بلم الدهب ده. راحت جات لي ده أطقم شكلها حلو خليها. كانت عندي عمة جوزي كانت بتعرف في الأحلام وكده. نزلت بقولها ده أنا حلمت بواحد اتنين تلاتة. قالت لي دي حاجة هتحصل كبيرة قوي والبلد كلها هتبقى واقفة بسبب الحتة دي. الدهب يا بنتي حاجة كبيرة، بلاش أكمل. وراحت سكتت. طب ايه هي الحاجة الكبيرة؟ خلاص اكتميها وخلاص. جيت تاني يوم حلمت ان اسناني بتقع ودروسي. راحت قالت لي في ايه يا بنتي انت مالك؟ ده الدروس دي ناس كبيرة هتموت والسنان دي ناس صغيرة هتموت، انت في ايه؟ قلت لها انا ما اعرفش، انا يمكن الايام دي كان بابا جاي لي على طول، انا بابا عليا واقعد بقى اعيط، ما كنتش بعمل اي حاجه واخده نوم بقى. جيت مره تاني بقول لها اسكتي يا عمتي انا حلمت بمريم اختي الصغيره اللي هي جوزها برضه تتنيح معايا اللي هو الشهيد سامح. ده انا حلمت ان مريم اختي بتتجوز وستي واقفه جنبيها وفي الشارع عندنا بس مش سامح. قالت لي بصي يا نورة انت الاسبوع ده روحي تناولي، انت في ايه؟ ده الحلم ده يعني اختك جوزها هيموت ما تزعليش مني. قلت لها لا يا شيخه. قالت لي صدقيني حيث ان هي اللي بتتجوز يبقى هو اللي هيموت، لو هو اللي بيتجوز تبقى هي اللي هتموت. قلت لها خلاص يا عمتي بس وسكتنا. جيت تاني يوم الصبح لقيتها بتطلع بتصحيني وجايبه لي طقم اسود، يلا البسي عشان ستك ماتت. ده يوم الحادثه؟ يوم الحادثه. عرفتي طبعا ما كنتش تعرفي اي حاجه في اي حاجه؟ ما كنتش اعرف اي حاجه لحد ما وصلت البلد. احكي لنا التفاصيل في اليوم ده، ايه اللي حصل؟ هو هنتصل بها قال لها لبسيها وما تخليها وخدي منها الموبايل وما تخليهاش تشوف حاجه ولا تفتح التلفزيون، ان الاخبار كانت على التلفزيون. بس ووقف قدامها لحد ما تلبس بس. وقفت طب خلاص يا عمتي انزلي وانا هلبس، خلاص نروح بكره، ده ستي يعني عادي. ستي عادي خليها بكره وانا اروح وبلاش هاني يسيب شغله ويجي، انا كده كده هركب وهروح. لا هو بيقول لك هو جاي وهياخدك. طب هيسيب الشغل ازاي؟ قالت لا هو جاي وهياخدك. بس لبست وفضلت واقفه معايا لحد ما هو جاي واخدني في تاكسي وماشيه. هاني لقيته وشه احمر، عنيدي. ده هاني ده جوزي. عنيدي هقول لك واحد اديله 3-4 ساعات بيعيط. يا ابني في ايه؟ انت اساسا ستي ولا كنت بتروح عندهم ولا كنت لهم تعامل زي مثلا هاني جوز حنان. كان يروح عندهم وكده ويسأل ويعمل، لكن هاني ده كان يروح بس في الاجازه وما بيروحش عند حد غير عند بيت ماما ويمشي. بس يا ابني في ايه؟ طب انت اللي خلاك رجعت؟ طب قال لي لا ما هنروح. بس راح جاب لي سندوتشات وكده. قلت له لا مش جاي لي نفس. انا بقى دموعي نازله بطريقه. اقول لها يا ستي انت معقول انت غاليه بالطريقه دي؟ وهو يقول لي في انت خدت التليفون من عمتي اتصلت بحد؟ قلت له ده عمتك خدت التليفون وانا ما خدتوش. قال لي خلاص عينيا نازله. طب كلي اي حاجه دلوقتي. قلت له مش هقدر اكل، مش جاي لي نفس ان انا اكل حاجه. يا بنتي انت ما اتعشتيش من امبارح. قلت له لا مش جاي لي نفس. بس هو ماسك الموبايل ويدب على رجليه وهو قاعد. هو في حاجه يعني؟ يقول لي لا. قلت له لا في. انت منظرك ده ما يدلش ان موت ستي، يعني انت ستي مالكش علاقه بيها لدرجه اللي انت فيه ده. كده في حاجه كبيره. لا تقول لي لا هوجه او خليه يوقف وننزل. قال لي ما فيش. ده انا دقيت في الشركه ما كانوش عايزين يطلعوني ودقيت وسبت لهم المفاتيح ومشيت. يا ابني طب وليه عملت كده ليه؟ طب يعني ست كنا رحنا لها النهارده بكره ست وست ماتت وماما مش هتزعل يعني ولا خالي ولا حد. قال لي معلش اللي حصل هو نرفزني بكلمتين واحنا اتنرفزنا مع بعض وسبتهم ومشيت.
ومش هيجري حاجه يعني، كله هيعدي. بس وصلت لحد البيت، بيت الحديد بتاع بابا مقفول بالكالون، واحنا مستحيل ان احنا نقفله يعني. حتى لو سافرنا كانوا بيسيبوه مفتوح. حضرتك كنت عارفه ان في رحله ساعتها؟ ما رحتيش ليه؟ كان عنده موتة وهم كانوا بيتكلموا معايا، انا مش بيتكلموا معايا. انا لما نزلت على العيد اتكلموا معايا عشان كانت الموتة بتاعتهم يعني، ودي كانت ال40 بتاعت الموتة دي. قلت له يا عم فانت ما ينفعش تطلعي رحله عشان في موتة؟ لا. هم لما انا نزلنا على العيد كانت الموتة لسه اديلها اسبوع وكده، وهي وعمته دي جايت لي انزلي وما تنزليش وروحي وعادي يا ست والكلام ده انت رايحه تعيدي في وسط اهلك، هو انت رايحه فرح؟ بس بعد ما نزلت لقيت في كلام وحواديت واتكلموا معايا انا يعني، ما كانوا يخافوا من هاني، انت بتاخديه ونزلت وعيدتي وسبت موتتنا وعملت كده يعني. فانت ده سبب اختصرت الكلام. ما رحتيش عشان الكلام. رضا جوز هبه وهبه بقوا يتصلوا بيا وينزل وما تنزليش ومش عارفه. قلت له بس يا رضا ما تحرشهوش عشان انا، قال لو صدقني يا رضا انا عايزه انزل بس هي اللي مش راضيه. قلت له يا رضا هم بيتكلموا معايا مش بيتكلموا معايا، وانا ما بحبش حد يزعل مني، خلينا احنا كده كده هنزل على الاجازه وهقعد فتره الاجازه كلها، انتوا روحوا وكده كده هنقضيها، والعذراء هننزلها في شهر 8. لحد الساعه 3 بالليل رضا بيحايل فيه وبيحايل فيا انك تيجوا انني ننزل. سبحان الله. رضا دوت يبقى جوز الشهيده هبه اللي هو ابونا التاني برضه. ابوك التاني. كان هبه امكم التانيه وجوزها ابوكم التاني. كانوا جدعان بدرجه رهيبه. رضا دخل علينا واحنا عيال صغيرين، وحنية الطيبة اللي فيه انا ما شفتهاش في حد، وما فيش مرة زعل هبة. لا هبة الكمبيوتر بتاعي يعني لما كانت تيجي تبص علينا هنا في مصر، انزلي انا مش عارف اقعد، انا مش عارف ابيع، انا مش عارف اجيب اجهزه، انزلي. اقول له يا ابني انت ما بتعرفش تتصرف من غيرها. يقول لي دي الكمبيوتر بتاعي، لو مشيت يومين 3 ما اعرفش اشتغل، ما اعرفش اعمل حاجه. وكان متعلق بيها خالص. بجد يعني خالص. كانت الضحكه والابتسامه هي يعني كل حاجه هي عند حماتها عندها. الناس كمان كانوا بيروحوا يستشاروها في الدكان، الناس الكبار ده في معلومه كبيره كمان من الشغل بتاعهم اللي هم المعلمين الكبار. لما بتحصل خناقه بينهم يروحوا لهبه السيده المسيحيه. ايوه احكمي بينا. وكانت محبوبه جدا.